بعده بعد كده هنيجي في اليوزرز. الجزء ده بيخليك تدي اوبشن لأي حد ان هو يدخل على الموقع بتاعك، ولكن بأدوار معينة. يعني مثلا انا عايز حد يعمل لي المقالات، فهحطه في مكان معين عشان يبقى عنده اوبشن بس ان هو يعمل المقالات، ما يبقاش متحكم في كل الداتا بتاعتي على الموقع. اوكي. عايزه اخليه ادمنستريتور، عايزه اخليه اديتور، عايزه اخليه سبسكرايبر بس، اللي هو يعمل اشتراك بس عشان يكون متابع مثلا الموقع بتاعي. فهو كده مش هيكون متاح له اي حاجه من اللي متاحه للادمنستريتور. الجزء ده ممكن اعمل له فيديو لوحده وبشرح فيه بالظبط ايه الادوار والصلاحيات. ايه الادوار والصلاحيات اللي تقدر يعني عشان تفهمها بالظبط، فتقدر تدي لكل واحد الدور بتاعه هنا من غير ما تدي لحد دور زيادة مثلا. اوكي. انا هنا مثلا عشان انا الوحيدة اللي على الموقع، فانا هنا موجودة وادمنستريتور وكده. لو حد تاني كان معايا واديتور بس مثلا، فهيكون مكتوب معاه، هيكون مكتوب هنا بدل ادمنستريتور هيكون مكتوب هنا مثلا اديتور.